مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى القسم الثاني في برنامج هنا الجزائر. المصادقة بالأغلبية على الدستور مرت على البعض كأمر متوقع، في حين أن مواقف بعض النواب أثارت حفيظة وردود أفعال الكثير من المواطنين، تحديدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف اليوم مثلا هذا الرسم الكاريكاتوري الصادر في جريدة الشروق، الذي يقول بأن أحد النواب الآن المشهور النائب سبيسيفيك يصوت بنعم للدستور الجديد. يد تحتضن المواطن ويد مع السلطة. ومعي هذا المساء النائب الطاهر ميسوم، النائب البرلماني الذي اشتهر لدى الجزائريين بالنائب سبيسيفيك. سي طاهر، مساء الخير، شكرا لانضمامك إلي. أولا تعليق على هذا، يعني هو الرسم الكاريكاتوري يعبر عن حالة الرفض الكبيرة والملفتة للانتباه لعدد كبير من الجزائريين، أو على الأقل نقولوا الفيسبوكيين باش ما نقولوش كامل الجزائريين، اللي قالوا باللي الطاهر ميسوم يد مع الشعب ويد مع السلطة. كيف تعلق؟ قبل كل شيء اولا الشعب، اولا الاحترام للشعب الجزائري، لانه كما اعطى ايجابيات لنا واعطى المسمى تاعنا باسم السبيسيفيك هذا، ربما راح نولوا هيستوريك. ربما دوك انا جاي الهيستوريك هذه لان استعملتها انت نهار البرلمان. رانا هيستوريك لانه الدستور تاريخي، يعني تاريخي. يوم تاريخي. طيب الجزائريين البعض قد يقول لا. انا بالنسبه لي اولا هذا نحترم الشعب الجزائري، لانه بعض الشعب الجزائري، ما نقولوش الكل، كل يشوف فيه هذا التعديل الدستوري يشوف فيه ايجابي، كان البعض يشوف فيه ربما سلبي. اولا انا قبل كل شيء النائب طاهر ميسوم هذا جاء من مدينه قصر البخاري، من دائره قصر البخاري، يمثل عن ولايه المنديه. قبل ما نكون نائب كنت مستثمر. من المفروض انا جيت كمستثمر من 2012، ربما نكون النائب هذا يبقى يدير في الانشغالات تاعو كمستثمر، وما يعطيش صدى، وما يكونش عنده صدى كبير وطني بهذا الحجم هذا. كنت قادر من انا نواب راهم زملائي كاين ما نعرفهمش الى يومنا هذا. انت نائب في هذه العهده، اول عهده لي؟ اول عهده واخر عهده. هذه اخر عهده قلتها لي، من راح نسالك عليها هذا من 2012 الى يومنا هذا. ما يعني من 2012 كنت تفضل الصمت، يعني ما كنتش تدير اسئله شفويه؟ لا كنت ندير اول في 2012 درت اول تدخل سؤال شفوي مع وزير الصحه زياري. ولكن السؤال الذي اشتهرت به هي المداخله ضد عمار بن يونس لما كان وزير تجاره. لا كانت هذه في 2014. لا 2015. 2015 2015. وكاين 2014 درناها مع وزير النقل، درنا مع وزير الصحه، درنا مع وزير التعليم العالي، حده يعني تدخلات. انت جئت كمستثمر الى هذا البرلمان؟ كنت مستثمر. أيوة. كنت لانه كنت قادر ما نبانش بهذه الشهره، نجي نقضي حاجياتي وكل شيء. صح. انا الحاجه اللي اليوم اللي نتاسف بها من الشعب الجزائري انه يشوف فيا كمعارض للسلطه. تتاسف ان البعض ينظر اليك معارض للسلطه. بس علاش المعارض ماهيش صفه ماشي مليحه؟ لا اسمح لي معليش. انا معارض، انا كلمه معارض يقول لي انت ديبيتي معارض. انا لست معارض، انا نائب عن مجلس الشعبي الوطني، عندي حق نمارس الوظيفه تاعي اللي عطاها لي الدستور، هي حق الرقابه وحق الانشغال المواطن الى على سلطه. انا نهار كي اول تدخل تاعي في سؤال شفوي واللي كان فيه ضغوطات كبيره عليا، لانه هذا الوزير كان من الحزب الواحد الحاكم وكان رئيس مجلس الشعبي الوطني انذاك. ستادير نهار كي قدمت له قرعه تاع سعيده كانوا يديروها سيروم، وقرعه سعيده يتنفسوا بها، ونشوف حنايا في بحبوحه كبيره، والمستشفيات تاعنا كانت لا حول لها ولا قوه. والدستور راك تشوف الدستور اليوم يقول لك باللي المواطن له الحق مجاني في الصحه تاعو. رانا نشوفوا اليوم مواطن يرفد فاكتير بروفورما ويقول لك يجي للشروق ولا يروح للنهار يقول لك يا ودي ماذا بكم ديروا لي اعلان باه يعطوني هذه المبالغ، على انها في الدستور راهي محطوطه.
كما يقول الانسان لازم يتداوى. احنا من المفروض الدوله الجزائريه على الناس اللي يطالبوا مساعدات للعلاج في حين ان العلاج مجاني. على ان هذا الدستور هذا راه مجانا في هذا الدستور ينص به باللي المواطن عنده حق. يعني انت ترفض كل هذه المظاهر السياسات الخاطئه سواء في وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره التجاره، معناتها انت معارض لهؤلاء الوزراء. لا لست معارض، انا نتكلم على نقائص. انا رئيس الجمهوريه دار برنامج واعطاه للحكومه يطبقوا فيه. انا راني نشوف اللي اساء لرئيس الجمهوريه، الانسان اللي ما طبقش في الوزاره تاعو واللي ما اداش الواجب تاعو، انا نتكلم له على نقائص. نعطيك مثال، دوك حنا كنا عندنا نجيبوا 55 مليار من وريده البترول ونعطوها الى وزير التجاره اللي هو غير متمكن في هذيك الوزاره. 55 مليار دولار هذه من المداخيل ندوها لوزاره، يجيبوا لنا هبه ومن دبه. من يتكلم شوف اليوم اللي كانوا يجيبوا اللانجات، التراب، الادوات تاع الماكولات تاع الكلاب، حشك تاع القطط، تاع الحوت، عده اشياء لان هذه ما عندناش عليها باه نستوردوها. دوك احنا دائما نتكلموا على نقائص. هذه النقائص انت ذكرت هذه لأنه المرحلة اللي ظهر فيها السؤال الشفوي ضد عمارة بن يونس لما كان وزير تجارة، وقلت باللي هذه الوزارة يحكموها غير سبيسيفيك. من اللي عرفت أنا هذه الوزارة وما يجيبوا لنا في سبيسيفيك، وعلى بها أصبحت تشتهر بهذا الاسم، وأظهرت بأن القط بشبش يأكل في الجزائر. يعني كانت معروفة هذه المصطلحات اللي استعملتها. في هذه المرحلة احترموك الجزائريين بصورة كبيرة وداولوا الفيديو تاعك دار أكبر نسبة مشاهدة. فلماذا يعني يقولوا السلطة اللي جابت عمارة بن يونس هي اللي جابت وزير الصحة اللي راك ضد استعمال الملايير في عدم تخصيصها للعلاج المجاني للمواطن، هي اللي جابت مثلا وزير الجامعات والتعليم العالي وانت كنت ضده أيضا في سؤال آخر في نقائصه. يعني هذه السلطة هي اللي جابت هؤلاء. لما تعارض هؤلاء فأنت تعارض السلطة اللي عينتهم بالمنطق. أنا كصاحب مؤسسة قد نخطأ في اختيار الشخص، قادر نخطأ ولا لا؟ المؤسسه ماهيش بلاد سي طاهر. المؤسسه هذه الى غلطت وكثروا غلطاتك نبلعوها ونريحوا. البلاد ما نقدوش. لا اسمح لي، اولا وقبل كل شيء رئيس الجمهوريه هذا منتخب من طرف الشعب. نهار كي يختار الاشخاص هذو الحكومه هو اختياره من الشعب. دونك لكن الشعب الجزائري راه ضد السلطه او انا نكون ضد السلطه وشفنا باللي كاين نقائص او معارضه، احنا الشعب الجزائري هذا اللي راه يتكلم، مع احتراماتي لكل جزائري بكل الاراء طبعا. الشعب الجزائري اللي جات الخليفه وكان اعتماد بنكي معتمد وغلطوا معاه وحطوا اموالهم وتحطوا، قلنا هذه غلطه بنكيه وانا نتكلموش عليها. جا خلق لهم وعد الصادق، يجيب الطوموبيل السياره تاعو مع الزميل تاعو ب 400 مليون، يقولوا بيعها لي ب 400 مليون، ويعاود يبيعها للزميل تاعو ب 150 مليون ويقول له هاك وصل وعلى 50 يوم نخلصك. هنا هذا الشعب هذا بهذا الفكر تاعو، اسكو هذا الانسان اسكو يقدر يخلصه في 50 يوم او باعها بالخساره؟ الشعب الجزائري مع احتراماتي ليه، اللي انسان عذب في ثعلب وتكون موضه على مستوى الوطن وعلى مستوى خارجي، يقولوا تاكل الدجاج صبحت موضه جديده. هل هذا يعقل؟ هذا دوك الشعب الجزائري لازم يعرف واجبات تاعو او يعرف الحقوق. تاكل الدجاج دايره كيما تاع سبيسيفيك ما كاش. لا اسمح لي، انا لا عبرت بهذه الطريقه، عبرتها لانه هما عطاو السلطه، عطات باللي الحيوانات يصدقوا فيها. باش يفهمك المواطن بطريقه صحيحه، لانه انا ان فهمتك بهذه الطريقه ستكون الامر خطير. ماهوش المواطن اللي على نيته مسكين يروح يحط دراهمه في الخليفه، ليس ذنب المواطن، ذنب السلطة التي ما دارتش رقابة على بنك احتال على الجزائريين. هذا الخليفة كان يروح مع الوزارة ويستقبل من طرف الرئيس، وكاع الناس كانوا يستقبلوا به كأنه رئيس جمهورية أو كأنه ملك في بلاده. المواطن البسيط الغلبان لما يحط دراهمه في بنك الخليفة راه يشوف باللي الدولة تاعو راهي متحالفة معاه. نفس الشيء بالنسبة إلى الوعد الصادق، ونفس الشيء بالنسبة إلى كذا كذا، وإن كان القانون لا يحمي المغفلين. ولكن أنت نائب حصلت على احترام الناس بمعارضتك للوزير الفلاني والوزير العلاني. يعني على الأقل كن امتنعت يا سيدي. علاش قلت نعم؟ لو امتنعت ربما لا ما زعفت السلطة، ما زعفت السلطة، ما زعفت المواطن. نجاوبك في النقطة هذه. أنا لست رئيس حزب لأمتنع، لأنه تشوف لويزا حنون امتنعت، ما قالت لا ولا نعم.
تشوف احزاب سياسيه ومعظمهم في البرلمان معنا ومتنعوا ما جاوش كاع. انا بصفتي كنائب عن المجلس الشعبي الوطني خارج على المعارضه على السياسه على كل شيء، انا جاي من الشعب ونرجع للشعب. انا نتكلم باسم الشعب على النقاش تاع الشعب. انا شفت باللي في الدستور هذا تعديل الدستور في حوايج ايجابيين، انا اقتنعت بهم. جاب هذا رئيس الجمهوريه قدم تعديل الدستور، التعديل الدستور هذا عطاه للبرلمانيين، ما شفناش باللي فيه لا يمس بمبادئ كما نقولوا العامه، ما مسش بالوحده بالتاريخ، الوحده الوطنيه بالتاريخ تاعها، ولا بالمجتمع الجزائري ولا كذا. هنا من صلاحيه رئيس الجمهوريه عطاها للبرلمانيين. شفنا باللي نحن الموندا ديبو، انا بزاف الناس يجوا يشكونا يقول لك عندي ولدي راه عامين مازال ما شارعش كذا. هذه حاجه ايجابيه. قانون الاجراءات الجزائيه اللي راح تجي وتطوير العداله. المواطن اللي راح يروح من المحكمه الابتدائيه الى مجلس القضاء الى المحكمه العليا يدير طعن ومن بعد يكون تأييد الحكم على ماذا؟ عنده حق مواطن يقدر يروح به الى مجلس الدستوري. التقاضي على درجتين. هذا حاجه جديده. صح. التعديل الدستور هذا جاب لنا حاجه جديده. دوك رئيس الجمهوريه يدير اتفاقيه مع دوله، حنايا ما نقبلوش بهذيك الاتفاقيه اللي دارها معاهم. نعطيك مثال، دارها مع اسرائيل. حنا كبرلمانيين عندنا حق نقاطعوا الدستور هذا جديد، عطانا حق بلي نقدروا نقاطعوا هذا الشيء. هو اصلا ما يدش مع اسرائيل. لا هذه انا بصفه عامه. اوكي امور. نعطيك مثال، غدوه جاب لنا تعديل الدستور كما هذا، تقرير مشروع عن قانون متمضن تعديل الدستور، جاب لنا ماده ما قبلوهاش الشعب الجزائري. انا كنائب عن المجلس الشعبي الوطني عندي حق يكون عندي 60 امضاء من نائب ونقدر نروح بها للمجلس الدستوري ونلغي هذيك الماده. هذا عطاء ايجابيات. يعني انت مقتنع. السؤال الشفوي اللي كنت انايا عندي عليه عامين وانا نستنى في سؤال شفوي باه يديروا لي سؤال، دلوا المده تاعو 30 يوم. 30 يوم اقصى يوم 30 يوم. بندير حق الرقابه تحقيق، كنت بكري نديه الى المكتب يصادقوا ليه والاغلبيه ترفضوا لي لانه ما عنديش مدينه بوغزول نروح ندير عليها تحقيق والاموال تاعها. دوك نقدر دوك لانه هذا القانون راح يجي اللجنه القانونيه تاعنا هكذا القانون العضوي والقانون. انت مقتنع بان كل هذه اصلاحات كان يجب ان تقول نعم لها لانها اصلاحات إيجابيات مهمه؟ طيب. دوك المشكل، اسمح لي كلام كبير. انا المشكل لا المشكل مش في التصويت وانما المشكل في التطبيق. هل تصدق بان كل شيء راح يطبق؟ لا اسمح لي اسمح لي انا كنايب. حنايا هذا الشعب الجزائري اللي راه يتكلم بكل حريه والاحترام تاعو. الشعب الجزائري علاش يتحمل لي ان المسؤوليه؟ علاش ما نديروش كيما حنايا وقت فرنسا كي كانت معدده المجاهدين؟ واش درنا؟ ديدوش مراد واودان هذه سكروا كاع المحلات تاعهم لمده 8 ايام. يا خويا لا ما لاقش بهم هذا الدستور ولا ما لاقش بهم هذا رئيس الجمهوريه ولا ما لاقش بهم اي قوانين، يا خويا يشروا ريفي تايمات تاع سمانه وما نخرجوش للشارع وقال باللي يا خويا رانا غضبانين من هذه السياسه تاع اللي راهي تحكم فينا. ولا ما يضحوش هما، هلا يضحوا بينا غير حنايا، حنا اي غلطه نديروها نتحملوا عليها المسؤوليه، لانه هما التطبيق منين يكون؟ منين يكون الشعب؟ انت الشعب هذا اللي هو في الجامعه يقرا في الجامعه وداير لانام يخلص من لاناب، كي يجي يطبق عليه القانون يقول لك انا مولا وليدات. البنت اللي راهي اللي قاعده في الدار وما حبش تخدم وجات اللي تخدم في لانام ولفوهم بخدمه تاع التفنيين في لونجلتير، خلصوا لهم الاستثمارات ما لقاوش يخدموا، عندهم اموال طائله. واش داروا لهم في الدوله تاعهم؟ عادوا يحفروا لهم انترونشي، خدموهم انترونشي والعشي يجيبوا ايكيب اخرى تعاود تردم هذاك التراب. علاه؟ يقول لك الشعب تاعي ما يتعلمش تفنيين. حنا الشعب تاعنا هذا دوك مادام كاين الخلل حنا هذا يديرها البلديه تم يحفروا يعاودوا يردموا يعاودوا لا لكن طيب انت قلت بان علاش يضحوا بنا؟ او كانك تقول لبعض المواطنين علاش دائما النواب هم دائما اضعف حلقات روحوا ديريكتومون تغضبوا عليها، غضبوا على السلطه في حاله لم تطبق الدستور. لانه ما عنديش ثقه تنفيذيه. انا النواب يعني من حق المواطن ان يحاسبك. من حق. انت عندك عهده وطنيه حتى لو ما درتش هذيك الخرجات ضد بعض الوزراء، البعض من حقهم ان يحاسبك على الصمت مثل ما يحاسبك على التأييد مثل ما يحاسبك على الاعتراض. حقوق الشعب. اوكي،
لما يشوف هذا الإخراج المسرحي تاع الدستور، وقرينا في الصحافة جابوكم وصرفوا على ليلة واحدة 2 ملاير في مرحلة التقشف مبيت هؤلاء النواب وكذا، ثم الكل قالوا نعم ضد الديمقراطية. البعض قد يقول بأن خرجاتك ضد عمارة بن يونس كانت خرجات مقصودة، يعني أنت تؤيد النظام في نهاية المطاف، أنت مع الرئيس بوتفليقة، ولكن استعملت من حيث تدري أو لا تدري ضد عمارة بن يونس، لأنه كان مسكين انحرق الورقة تاعو. تعرف باللي عمارة بن يونس من نهار الخمور وهو يخلص، وكانوا يحوسوا له على أي سبب باش يطيروه، وجابوها في جرته حتى تاع ملفات الاستيراد ما الاستيراد، لأنه مشكلة الاستيراد والقط بشبش مشكلة نظام ماهيش مشكلة عمارة بن يونس. فأنت استعملت ضد هذا الوزير مثلما قد تستعمل ضد وزير آخر، لكن في النهاية أنت تؤيد النظام باش تعطي صورة باللي الجزائر راهي ديمقراطية، من هي البرلمان راهو مليح. معليش، من هي ها ولا اللي راه يقول باللي ما كاش اللي يهضر في هذه الدولة شوفوا سبيسيفيك، ها ولا راهي من هي السلطة؟ ولكن في النهاية أنت تأيد النظام كيف كما أي واحد في الموالاه. من هي السلطة؟ من هي السلطة؟ السلطة هي الرئيس، هي الحكومة. من منتخب؟ من الشعب؟ ما المفروض انه من الشعب. لا الحقيقه هذا منتخب من طرف الشعب. ما المفروض بقوه القانون. ايوه، ما تقوليش برلمان مزور، رئاسه جمهوريه مزوره. فهل انتخابه لا ما يخليكش تعارضوا فيما بعد؟ لا اسمح لي، الشعب الجزائري يا هل ترى خرج للشارع وقال باللي ما نقبلوش هذا رئيس الجمهوريه؟ تسمى هذا هو المعيار الوحيد؟ الشعب انت هو سيد الموقف. ربما الشعب واعي. هو السيد. الشعب واعي. لا هذا التعديل الدستور لو هبط للشعب يصوتوا عليه ولا ما يصوتوش عليه؟ ينوضوا 6 تاع الصباح يصوتوا عليه. يديروا لاشين بيصوتوا عليه. الشعب الجزائري اللي يبيع صوته ب 20,000 وبتفويض تاع يعطوا له التفويض ويبيع صوته وتدخل الرداءة وتولي هي تحكم، والطبقه المثقفه جابده روحها ما حبش تدير وقاعد يكريتيكي في امور. انا اديت واجبي. ليس مره اخرى سي طاهر ميسوم، ليس الشعب الذي يبيع صوته هو، انما الجهه التي تراقب الانتخابات هي الانتخابات. وزاره الداخليه، الدوله يا اخي، الرسم حميده والعب حميده. اسمح لي، الجهه التي تراقب الانتخابات هي اللي تخلي اصحاب الشكاره يحتلوا القوائم، وهي اللي تخلي الاحزاب المواليه اللي تفوز في الانتخابات. المواطن على بالك اغلبيه صامته، اللي راهم يفوتوا هما 8 ملايين، اللي راهم يقاطعوا اكثر من 13 مليون جزائري. هؤلاء ما هم لا انتخبوا لا عليك ولا على الرئيس ولا على اي واحد في هذه الدوله. هؤلاء هم الذين أيدوك بالمناسبة في الفيسبوك، هذو اللي قاطعوا الانتخابات وكرهوا جد السياسة، هذو اللي شافوا فيك، وهذو اللي شافوا فيك باللي نتايا ممكن تكون صوت الزوالية وصوت الجزائريين داخل النظام، ولكنك قلدت عليهم وبعت الماتش ووافقت على الدستور. أنا ما ساومني إنسان ما بعت الماتش، أنا أديت واجبي. لك تشوف أنت هذا الدستور غير يا هل ترى هذا التعديل الدستور يا هل ترى فيه ايجابيات ولا ما فيش ايجابيات؟ طيب اوكي، انا فيه ايجابيات. وراه الاشكال هنا سي ميسوم باش نفهموا. انت تقول باللي فيه ايجابيات، انت تقول ايها الجزائريون انا لست معارضا للنظام، هكذا. انا ضد النقائص. لا دوكا قلت لي انا ماشي معارض. لا مش معارضين. في نفس الوقت انت تعارض النقائص. انا معارض النقائص. انت ايدت بوتفليقه في العهده الرابعه من 2004. انت تؤيد بوتفليقه منذ 2004. اوكي، بوتفليقه اللي جاب عمار بن يونس، جاب قاعد الجماعه اللي تكرههم هو نفسه. معليش خلوها هذه على جهه. ايدت بوتفليقه في العهده الرابعه في الانتخابات الاخيره، في نفس الوقت دخلت البرلمان باسم حزب التجمع الجزائري. ما زلت في حزب التجمع الجزائري؟ تشوف دوك في المجلس الشعبي الوطني التجمع الجزائري. لماذا هذه اخر عهده بالنسبه لك؟ ما اديت حتى واجب انا. قحد الخدمه اللي تخدمها؟ هاك شوف 2012 ل 2016 قلت باللي هذا الدستور مليح، قال لك باللي راك سلبي. مال انا الحكومه الاول كي كنت نتناقض معها، قالت لي الشعب يتخلى عليك في اي وقت، وحققت واش قالوا لي، لانه الشعب الجزائري تونس به وما تكلش عليه. ولكن الشعب هذا الذي لامك على تعديل الدستور. اولا ما عندناش ارقام، بالك اللي راهم معاك اكثر من اللي لاموك، يعني اللي انا نشوفهم انا نقراهم فقط عبر الفيسبوك وغيره. انا نتكلموا يعني ما عندناش ارقام. لماذا انت مادام راك تقول انا احارب النقائص وعندك شعبيه، لماذا تجعل هذه العهده اخر عهده ليك؟ من اولا العهده جايه بنعاود، ما يخلونيش نعاود. شكون؟ السلطه.
السلطه راك معاها يا ربي يا ودي سيدي. كيفاش السلطه راك معاها معاها؟ السلطه، كيفاش راني ما نقول تخليكش لك، تعاود؟ اسمح لي، انا كون عندي السلطه معايا، كره الاستثمار تاعي اللي راه معطل كره يخدم. ارواح المدينه تاعي، راني نقول لك باللي هل حوربت في استثمارك؟ انت كنت حاضر فيها. انا كنت حاضر فيها، تهمت، وعلى اسمح بالي لي، القضيه. اتهمت بسرقه الماء. انت هذه خطرت كيما درت حصه في البير تي في. شحال جاتني من قضيه. لا مش قضيه، من زيارات تاع تفتيشيه 4 من الوزاره، من الولايه، من البليده، من الريجونال. بصح انت تأيد ما بوتفليقه ودي منذ اسمح لي، شكون اللي 2004. قال لك اللي انا اسمح لي، انا ما عنديش سلطه تقديريه على رئيس الجمهوريه، وما عنديش سلطه على رئيس البلديه ولا رئيس مجلس الشعبي الولائي. طيب، انا نائب عن مجلس الشعبي الوطني. هل انت تحارب في استثمارك وخبزتك يعني راك تحارب في الخبز نتاعك؟ انا نتاعك غلطت برزق ولادي. ورزق بولادك والعمال. انت توظف شحال من عامل؟ قريب 750. 750 عائله يعني راهي معك. هل هؤلاء راك خايف يعني بأنه بسبب جرأتك في البرلمان والأسئلة الشفوية أنه يتعرضون إلى غلق المؤسسة والاستثمار نتاعك؟ شوف، نعطي لك حاجة بسيطة. مدة تاع شهر زرت مسيلة، كنت جايس على مسيلة، دخلت، جاء واحد قال لي نصور معك، صور معايا. كي خرجنا رحنا للقهوة، السيد جاء خلصنا القهوة من بعيد، قال لي هذاك السيد ما حبش يجي ليك. قلت له لا. قال له قيل الديارس راهم يتبعوا فيه. كيف انا نائب عن المجلس؟ حبك باللي الناس، كاين ناس ما يقدروش يمشوا الاطارات، ما يقدرش يمشي معك، يقول لك هذا ضد الدوله، معارض. حبك باللي انت راك صحافي، راك درت لي قضيه صدير لك المفهوم تاعك، تقول لي السلطه. انا كون جيت نخدم للسلطه، كره مشاكل اللي تخدموا ما يتعطلوش من 2012 وهي معطله. ما لا اقوله. ماشي انا اللي قلت، انت قلت انا لست معارض، يعني انت مع انا السلطه. نهضر على النقائص. اسمح لي، انا لو انت مع الرئيس بوتفليقه ولكن تحارب النقائص. انا اسمح لي اسألني. انا ساند هذا رئيس الجمهوريه، ربما كاع ما يسمعش بيا انا، لا، ربما هذا في الخيال تاعو ما كانش، ما نكزيستيش كاع عنده هذا. نعطيك مثال، يقول لك الماده 70 من الدستور، يقول لك على رئيس الجمهورية أن يخاطب شعبه مرة واحدة في السنة. احنا رانا من 2012 ما شفناش رئيس الجمهورية خاطبنا. شفناش ومع ذلك تؤيده. أنا من اسمح لي، أنا من أيده ما نعارضه. أنا طلعت من قصر البخاري ورجع لقصر البخاري. أنا عندي حاجة في راسي باللي نتكلم، يجيب لي واحد سؤال كتابي ولا فساد مالي نقدمه. منذ متى درت آخر سؤال شفوي في البرلمان سي طاهر ميسون؟ مع وزير الطاقة. وزير الطاقة في الدورة اللي فاتت، يعني قبل الحصة معك هذاك هو نهار اليوم اللي درت فيها على مؤسسة سونالغاز والفساد اللي واصل فيه. بعد ما كانتش كاينة أي تهديدات بعد، يعني هذه التهديدات ضد استثماراتك المحلية كانت بعد هذه الأسئلة الكثيرة في البرلمان؟ شوف، أنا أي سؤال نديره من غدوة هذيك نوجد روحي. وزير عمارة بن شحال جابوا لي مراقبين تاع التجارة، جابوا لنا قريب 45 مراقب. باهي الشعب يكره النائب طاهر ميسون، وداروا لهم غرامه ماليه 10 ملايين للواحد. انت هذا كون جيت مع السلطه او مع رئيس الجمهوريه يروحوا يديروا لهم 10 ملايين لقصر البخاري؟ طيب هذا يصرى معك انت اللي رجل اعمال وعندك اموال، يعني ما شاء الله، ما نقولش باش نحسدك ولا مزيه. اسمح لي كلمه باختصار قبل ما نقول لك حاجه. مزيه، نشكر ربي سبحانه وتعالى. الرزق هذا ما فيش الانتخابات، ما كانش فيه باسكو كون جا الرزق يديروا فيه انتخابات كنا كارثه. طيب معليش، انت رجل اعمال وبرلماني، عندك حصانه وتتعرض الى كل هذه المضايقات بعد مجرد سؤال شفوي ولا سؤال اي حاجه، يعني بيقول لنا باللي ما كانش حريه الرقابه في هذه البلاد سواء داخل البرلمان او خارجه. كان والو. اني نقول لك باللي والان مع هذا الدستور ما يكش يجي العهد الجديد. لا اسمح لي، انا راك مأمن انت باللي كاين عهد جديد. انا شوف، انا الدور تاعي انا قريت، اقتنعت به ووافقت عليه. انا ما نحوسش نفهم كيما الانسان هذا نايب مترشح. صراحه وافقت خوفا ولا اقتناعا؟ انا والله العظيم اقسم بالله العلي القدير اقتناع.
وكون شفت باللي فيه حاجه سلبيه والله ما نفوتي عليه. وكنت قدام المجمع الكريم نوض لهم ونقول له هذا دستور سبيسيفيك، هذا مش دستور امور، كنت نناقضهم. في النهاية قلت هذا دستور إسطوري. لا قلت له انايا نهضر عليه لانه هذا يخدم الشعب، بصح لا يطبق، لا كان يطبق. ممتاز. طيب كالسؤال الأخير طاهر ميسو، ماذا تقول للجزائريين الذين اعترضوا على هذه الخطوة من طرفك؟ هل ستستمر في نقد المظاهر السيئة داخل السلطة والوزارات، أم أنك بسبب هذه المضايقات التي تعرضت لها وبسبب هذه الهجمة ضدك ستغير من سياساتك في المستقبل؟ شوف أنا إلى آخر دقيقة في العهدة تاعي نكمل التدخلات تاعي، سواء تكون سلبية أو نقائص ولا كل شيء. بصح حاجة اللي نتأسف فيها حاجة على أنها الجزائريين ما كافونيش مليح وتهمونا بتهمة غير واقعية. تعرضت بزاف، جابونا جزرمية بوليسية، كراو الولاد كل شيء، من بعد الله فهمتكم. طيب سميسوم، أنا أقدر هذه المشاعر، وطبعا أنا أسئلتي ما كانتش بغرض أنه الإساءة إليك، ولا شك بأن الجزائريين اليوم عندما يستمعون إليك قد يصححون بعض المواقف بعد الموافقة الأخيرة على هذه الدستور. هذه ليست، أنت مستمر في عملك كنائب تراقب كل وأحترم فيك هذه الصراحة. يعطيك الصحة سي طاهر ميسوم.